السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا قبل ما ابدا الفيديو ما انساش نصلي على النبي ويلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. جيت اسال على الكيلو لقيته عامل 65 و70. طب قلت ليه يعني؟ طب ما انا ممكن بشويه ميه وشويه دقيق انا اعمله في البيت ويبقى احسن من الجاهز. يلا بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معايا هنا بقى كده كيلو من الدقيق ونص معلقه صغيره كده من الملح، ونزلت عليهم بمعلقتين كده من الزيت، يعني معلقه كبيره حلوه كده. هابدأ بقى إن أنا أقلّب الزيت ده في قلب الدقيق كويس جدًا، جدًا، بعد كده هانزل على طول بالمَيّة، يعني تقليبة على الماشي كده، مش لازم كتير يعني فاهمة؟ طبعًا بقى كانت سِت الكل هنا هي اللي كانت بتعمله وربنا يخليكِ ليّا يا سِت الكل. نزلت بقى بأول كوباية مَيّة وأدي التانية نزلت بيها، والتالتة طبعًا مش هانزل بيها دلوقتي، أو إذا نزلت بيها هانزل بيها كده بالتدريج، يعني الكوباية التالتة دي ممكن تحطيها كلها أو لأ، على حسب نوع الدقيق عندِك. نصلّي على النبي كده بقى وإحنا شغالين عشان الحاجة تطلع مضبوطة معانا. هنا بقى الدقيق أخد معايا ال3 كوبايات بالضبط من المَيّة، يعني ما زوّدتش أي مَيّة تاني، وكانت المَيّة عندي كانت مضبوطة جدًا. هابدأ بقى كده إن أنا ألِم العجين من الطبق كده وهانزل بيه على الرخامة قدّامي، وهابتدي بقى إن أنا أعجن فيه شويتين 3 كده. هافضل أعجن بقى لحد لمّا العجين يبقى ناعم معايا تمامًا، وهاورّيكم دلوقتي إن أنا مش يعني هاسيبه بس يرتاح 5 دقايق بالضبط وهارجع أعجنه تاني. العجينة دي بقى بتبقى حلوة أوي، أوي، وبتبقى ناعمة وطرية جدًا، جدًا، يعني هتريّحيها بس 5 دقايق هتدّيكِ النعومة اللي إحنا عايزينها. والشاطرة بقى فيكم هي اللي هتعرف أنا هاعمل إيه، أنا لسه لحد دلوقتي ما قُلتش أنا هاعمل إيه، بس الشاطرة بس هي اللي هتكتب لي في الكومنتات لو وصلتِ لحد الدقيقة دي اكتبي لي أنا هاعمل إيه. هنا بقى بعد ما عجنتها كده وضبطت معايا، هابتدي إن أنا أدهن الطبق كده نقطة زيت عشان بس إيه ما تلزقش في الطبق، وبعد كده هاغطيها بالكيسة وبعد كده بالفوطة، بس كده. هابدأ بقى كده إن أنا أبدّر الرخامة قدّامي بالدقيق، أو يعني هابدّر الصينية هارُشّها يعني بشوية دقيق كده وأركنها على جنب عشان أقول لكم أنا هاعمل فيها إيه. هنا بقى بعد ما عدّى كده 10 دقايق على العجين، بُص ما شاء الله المَطّة اللي فيه جميل وناعم ورقيق وتحفة. هنا بقى ما شاء الله اللهم بارك قطع معايا 21 كورة، بس ما شاء الله أنا عاملاها يعني كبيرة شوية، يعني قد البرتقانية كده تمام. وممكن برضه تصغّريها يعني على حسب ما أنتِ عايزة، يعني ممكن تعمليها على 34 كورة، اللي أنتِ هتعمليه هيبقى زي العسل منِّك. هنا بقى كده الكورة اللي أنا قطّعتها هابتدي إن أنا أحطها على الدقيق اللي أنا رشيته تمام. ماما بقى هتخلّص كل الكمية اللي معانا كده وترجع لكم. ماما بقى بتبتدي كده إن هي يعني تجمّع الكورة كده في قلب بعض عشان تبقى وشّها ناعم من برّه، فاهمين؟ حاولي بقى كده إن أنتِ تقطّعيه كلّه مقاس واحد عشان يبقى كلّه قد بعض زي الجاهز. صلّي على النبي بقى وإحنا شغالين شوية يالّا. ما شاء الله، اللهم بارك ادّاني 21 كورة. أمّا بقى عن طبق الدقيق اللي أنتِ شايفاه ده، بابِل الإيد كده اللي هي التانية، يعني بارَسّي إيدي كده في الدقيق عشان العجينة ما شاء الله اللهم بارك عشان طرية وحلوة جدًا، جدًا ومضبوطة معاكِ فبتلزّق ثانية كده تمام. فأنا يعني بابِل إيدي كده بس إيه في الدقيق، يعني بابدّر إيدي بس بسيط كده، وبعد كده باقطّع عادي بقى، فاهمين؟ معايا بقى هنا كده الصينية بتاعتي هابتدي إن أنا أرُش كده رشة دقيق بسيطة، وبعد كده هابتدي إن أنا بقى إيه، يعني أشتغل على أول واحدة أنا قطّعتها تمام. يعني آخر واحدة هتقطّعيها خلاص لفّي الصينية بقى، وهاتي أول واحدة خالص أنتِ يعني قرّصتيها أو قطّعتيها على حسب ما بتسمّوها، يعني آخر واحدة دي هاسيبها بس ترتاح خمسيّة كده، وبعد كده أشتغل على أول واحدة. بعد كده بقى هابتدي إن أنا أفرد بين كل طبقة وطبقة، أنا هنا كنت حاطة معلقتين سمنة على معلقة زيت، يعني ممكن تستخدمي أي مادة دهنية، بس أنا استخدمت كده تمام. طيب هاعمل إيه، هافرد بين كل طبقة وطبقة معلقة سمنة يعني فرشة سمنة كده مع يعني رشة دقيق من بعيد، مش كتير، لأ رشة من بعيد كده فاهمة. أنا بقى هنا كده اشتغلت ب3 طبقات فوق بعض. وطبعًا كل بين طبقة وطبقة هابتدي إن أنا أدهن كده معلقة سمنة، يعني رشة سمنة كده مع حبة دقيق تمام. بس طبعًا مش هافرد جامد عشان ما ترقش معايا من النُص وتتقطع. معايا بقى هنا كده بالنسبة للتسوية، معايا كده صينية شقلبتها على عين البوتاجاز، وهابتدي إن أنا أسخّنها كويس. وبُصّوا بدأت هنا أول ما حطيتها غيّرت لون على طول، يعني تشمّع كده تمام.
وهنا كده بعد ما شمعت على طول شقلبتها على الجنب التاني، يعني بصوا مش هستنى عليها اصلا، يعني اول ما احطها ابتدي ان انا اول ما في حتت كده منها تغير لون. بصوا بقى، هنا اول ما تبدا كده ان هي تنفخ من النص كده، شايفين يعني؟ بصوا ما شاء الله نفخت اهي. بصوا بتنفخ ازاي كده. اول ما تعمل كده خلاص ابتدي ان انت ورقيها كده وهي سخنه، عشان لو سبتيها هتلزق في بعض ومش هتتفك منك ابدا. تمام. معلش بقى هي هتبقى فيها لسوعه شويه، بس لازم تعملي كده عشان ما تلزقش منك. اول بقى لما اطلعها كده من على الصينيه خلاص هبتدي بقى ان انا ارصها في طبق او في اي حاجه، وهبتدي ان انا اغطيها بكيسه، وبعد كده اغطيها بفوطه او بملايه او باي حاجه. تمام. بس اهم حاجه ان هي تتغطى عشان ما تنشفش منك. هنا بقى هبتدي كده ان انا اعمل معاكم واحده تاني. ما شاء الله انا كده بعد ما حطيتها اهي. صح، نسيت اقول لكم ان النار بتبقى هاديه شويه. انا مش هعلي النار تحتيها عشان لو عليت النار هتتحرق منك. تمام. انا مش عايزاها محروقه، انا عايزاها يا دوبك بس تورق منك كده. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، شكلها تحفه وهي بتتنفخ. بصوا بقى، اول كده لما تشقلبيها على الجنب ده والجنب ده يعني خلاص وتشمع كده وكل حاجه، هتبتدي بقى ان انت تورقيها كده على طول، عشان ما لو سبتيها في الوقت ده هتلزق منك ومش هتورق معاكي خالص. هنا بقى حبيت كده ان انا اوريكم واحده كمان وانا بعملها. جبت كده وشيت شويه دقيق، وبعد كده جبت كوره، يعني هبتدي ان انا افردها كده بسيط. تمام. وهنا كده بعد لما ماما عملتها، ربنا يخليكي لينا يا ست الكل، تبتدي كده ان هي تفرد يعني فرشه سمنه كده ومع رشه دقيق. بص رشه دقيق بسيطه جدا، وبعد كده هتحط عليها الكوره التانيه او العجينه يعني التانيه. بعد كده مسحه سمنه برضو مع رشه دقيق، وتحط التالتة وبرضو رشة دقيق بسيطة كده، وبعد كده تبدأ ان هي تفرد بقى وتوسع. تمام كده. بس برضو مش هتفرد جامد عشان ما ترقيش من النص وتتقطع منك. وهنا كده اللهم بارك بعد ما خلصتها هتبتدي بقى ان هي هتلفها كده على النشابة. طبعا بقى بعد كل واحدة والتانية هتبتدي كده ان انت تمسحي الصينية بعد ما تخلصي، عشان الدقيق ده بيبقى زي المحروق كده من السخونية، فانا مش عايزاه يعلم في التانية يعني. تمام. هنا كده بعد ما حطيتها فشمعت كده وشقلبتها على جنب تاني وبرده شمعت. بصوا يا دوبك بس غيرت لونها كده، هبتدي ان انا اورقها على طول. تمام. هي طبعا سهله جدا مفيش حاجه. هنا بقى ما شاء الله اللهم بارك بعد ما خلصت الكميه كلها، الله اكبر، قطع معايا 21 واحده يعني من الرقاق. عن الجمال أتحدث قليلا. شايفين ما شاء الله الجمال، اللهم بارك. ده صدقيني مش هتلاقيه بره بالنظافة دي ومش بالحلاوة دي، وأصلا غالي على الفاضي. انت بقى لو عندك كيلو دقيق قومي اعمليه يلا كده وتشطري وقومي اعمليه. هنا بقى أحب أشكر كده ست الكل وأقول لها تسلم إيدك يا حبيبتي وتعيشي وتعملي لنا. ما شاء الله اللهم بارك. عن الجمال أتحدث قليلا. شايفين الجمال؟ ورقيق جدا جدا ونضيف قوي قوي، وبصراحة أحلى من بره 100 مرة. اكتبوا لي بقى في الكومنتات لو انت جربتيه بالطريقه دي، اكتبي لي في الكومنتات، ولو انت لسه ما جربتوش جربيه عشان تكتبي لي في الكومنتات ونشوف مين فينا اشطر. حطي لي بقى اللايك الجميل كده وشجعيني عشان نتشجع مع بعض ونعمل حاجات اكتر واكتر. ولحد هنا كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. ما ننساش بقى اللايك الجميل والاشتراك الاجمل عشان يوصل لك كل جديد من بيت العز الكبير. والسلام عليكم ورحمه الله.